قادمة، يعني يقصد هذه الحلقة لأنه وصلنا الأسبوع الماضي. أنا تكلمت في عدة حلقات بالنسبة للبهاق، اتكلمت يعني كثير عنه، ولكن حنعطي بعض إرشادات للسادة المستمعين. البهاق في أنواع كثيرة. في بهاق طبعا بيجي عن طريق الدم، يعني عن طريق جرثومة معينة، في يجي عن طريق الصدمة. لا توجد خلطات للبهاق 100%. يفضل مراجعة دكتور إخصائي أمراض جلدية يحدد نوعية البهاق، لأن في ناس جاء البهاق في الأيادي، في ناس بتيجي طرف الشفايف، في ناس بتيجي على الحاجب، في ناس، يعني في أنواع كثيرة. أنا لا أستطيع أعطي خلطة للبهاق إلا إذا شفت المريض وعملت له تحاليل خاصة. فالخلطات اللي موجودة على المحطة فهي خلطات إذا كان البهاق بسيط ممكن، ولكن إذا بهاق كثير يفضل يراجع الدكتور أمراض جلدية، هو ممكن يعطيه علاج جدا ممتاز جدا، أفضل من اللي هي تدور على أعشاب أو خلطات ما تعطيهاش نتائج. سؤال آخر يا دكتور عن علاج تشققات الوجه، هل هناك علاج خاص بتشققات الوجه فقط؟ شوف، هي تشققات الوجه ما في وجه يتشقق، هو في تجاعيد، أو ممكن بعض من الحالات اللي هي طبعا يعيشوا في مناطق باردة بيكون عندهم جفاف البشرة، وهذا الجفاف يتسبب مثل التشققات وليس تشققات، لأن التشققات جي في أماكن عضلية كثير، عندك البطن، الصدر، الأرداف، إلى أماكن كثيرة. بالنسبة للناس اللي عندهم مثلا مشكل السمنة أو بعد الولادة أو كذا، أما الوجه إما يكون تجاعيد أو يكون من ناحية المناطق الباردة بصير جفاف. ولذا اتكلمت أنا في خلطات موجودة للتجاعيد، وفي خلطات موجودة للجفاف البشرة، وفي أشياء مصنعة موجودة حاليا مثل الماسك اللي قلت لك عنه، ممتاز جدا لتشقق البشرة، اللي هو ماسك النعناع، ده بيعالج تشققات البشرة مباشرة. وفي طبعا مادة خاصة للتشققات موجودة، بعد إذن المخرج يعطيني فرصة أسحبها، اللي هو هذا مصنوع من الحليب خاص، اللي هو حليب الذرة، اللي هو حليب الذرة، يعني شايف حليب الذرة. حليب الذرة في بعض يشربوه لأنه بيعطي بروتينات جدا للهرمون، وإحنا طبعا مصنعين منه مواد خاصة للبشرة اللي عندها جفاف أو عندها تشققات أو ألوان. يعني في كثير من جوني صبايا أو سيدات بيكون عندها المنطقة هذه غامقة كثير، وخاصة الشفايف الغامقة، ولذا هذا مصنوع من الحليب الصافي، في إضافة مواد خاصة اللي تشيل التشققات، وهذا من صناعة مختبرات مشجر، موجود عند الموزعين في الدول العربية، أو موجود في المركز الرئيسي دبي، أو ممكن تستعمل الخلطات اللي تكلمت عليها اللي هي ممكن تصنعها في البيت، برضو تعطي نتيجة من 10 إلى 25 إلى 30 إلى 40% أحيانا، ولكن أنا بعطيها فرصة تشوف المصنع أو تستعمل الأشياء الموجودة. سؤال أخير يا دكتور في حلقة اليوم، سؤال بيقول رقم الخلطة 17، ده سؤاله، بيسأل عن رقم الخلطة اللي هي رقمها 17، بيقول ما هو منقوع الشبة أو كيف ينقع؟ الشبة موجودة في كل العالم، وكل الستات أو كل السيدات يعرفوها. الشبة الشب، في دولة تسميها الشب، في دولة يسموها الشبة، هو عبارة عن حجر كلسي. كيف يساوي منقوع؟ بياخذ الشبة بيحطها في جلاس مي، ينامها بالليل، الصبح هي بتذوب حوالي منها 75% ذوبان، بيستعمل منقوع ملح، هذا هو منقوع الشبة. والمية تكون فاترة شوية وتقعد ليل كامل، فالصبح راح يشوف الحجرة عفوا اللي وضعها في الماء أصبحت 45 أو 50% ذوبان، فهذا هو ما هو الموقع. والشبة يروح عند العطار اللي يبيع في المستحضرات العطرية الأعشاب، يقول أعطيني الشبة، أو الشب معروف جدا شكله حجري مثل السكر نبات ومثل الأشياء، فمعروف في جميع الدول العربية. وصلنا مع حضرتك يا دكتور ومع السادة المشاهدين للخلطة الطبيعية اللي حضرتك هتقدمها لنا النهاردة، وهي زي ما حضرتك ذكرت النمش. خلطة علاج النمش. أنا ليش حاولت نحط خلطة اليوم للنمش؟ لأنه كثير بتجيني عن طريق الإيميل يطلبوا النمش. بالنسبة للنمش هو طبعا المساحة صغيرة وفي مساحات كبيرة، دائما عند الناس اللي يكونوا البشرة البيضاء والشقرة بيكون موجود في الوجه، ويكون موجود في الصدر أو على الأكتاف. فبالنسبة للنمش في خلطات بسيطة جدا، وفي مستحضر جاهز. الخلطات اللي مش تعطيها اليوم للنمش تعطي نتائج جيدة جدا، ولكن إذا كان مساحة كبيرة أو مساحات كبيرة يفضل أنه تروح لأخصائي جلدية وبيستعمل ليزر، لأنه الوحيد اللي يشيل
النمش نهائيا هو الليزر، غير هيك الا خلطات او مستحضرات بيعطي من 15 الى 20%. اكثر من ذلك صعب جدا بالنسبه للنمش. ولذا اليوم حبيت نبلغ نكلم الساده المشاهدين والمشاهدات، الخلطه راح تشوفوها هلا موجوده على القناه. لكن نتائجها جيده جدا جدا، الا اذا كان مساحات كبيره، وهي كبيره لانه الشمس، لكن لا تقضي تماما على النمش. اذا كان شيء بسيط تقضي، لكن اذا مساحات، لانه في كثير تجوني الستات حسب درجه الحاله يعني. الحاله الموجوده. والشيء الثاني المهم جدا انه دائما الشمس تحاول تعمل واقي شمس صن بلوك عشان تحافظ على المساحه ما تكبرش، لان هي تكون نقطه صغيره ثم تبدا تكبر بشعاع التعرض للشمس. هلا في الجو بارد كثير، ولكن بالنسبه للناس اللي عندها في صدرها او في الكتاف بيستعملوا الخلطه اللي انا راح تشوفوها على الشاشه ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور مبارك، احنا بنشكرك جدا على هذا اللقاء. نشكرك نشكرك ايضا على هذه المنتجات اللي شاركتنا بها حلقه اليوم ان شاء الله. وفي نهاية هذا اللقاء بنشكر مشاهدينا، وبنلقاكم في مثل هذا الموعد إن شاء الله من الأسبوع القادم، وبنتواصل معكم عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وللدكتور مبارك الأشقر، وأيضا بنستقبل كل الرسائل والاستفسارات عبر SMS الخاصة بالبرنامج. بنشكركم وإلى اللقاء.